بعد نهاية العالم بسبب الاحتباس الحراري، الأرض أصبحت صحراء كبيرة بالكامل، والبشر اتقسموا لعصابات كتير جدا يا صاحبي، بيحاربوا بعض على الأكل والشرب والذخيرة والغاز. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ يلا نشوفه مع ملخصنا النهاردة. لايكك الجميل، اشتراكك في القناة، ويلا بينا. بيبدأ الفيلم في قرية اسمها الوادي الأخضر مع بنتين اسمهم فيريوسا وفالكري. وفيريوسا كانت بتقطف تفاحة من الشجرة، وكانت وهي واختها مبسوطين وفرحانين وآخر حلاوة. لكن فجأة فيريوسا بتسمع صوت عصابة موجودة في المكان، فبتقلق وبتروح لفالكري عشان تستخبى. وباين على فيريوسا إن هي شقية شوية، فبتروح للعصابة وتعطل موتوسيكلاتهم علشان ما تدهمش فرصة يهربوا. وبتسافر في السفارة بتاعتها علشان أمها تسمعها اللي اسمها ماري. وما بتفهم إن بنتها في خطر، وبتبدأ تتحرك هي وأهل القرية. وفي نفس الوقت ده أفراد العصابة بيطاردوا فيريوسا وبيقدروا يمسكوها وبياخدوها على الموتوسيكل وبيجروا من المكان. وماري واهل القريه كانوا وصلوا متاخر للاسف، لكن ماري وصاحبتها بيجروا وراهم برضه عادي. وبتقدر فيفي تضرب واحد فيهم بالقناصه وبتعطله، وتيجي ماري وتخلص عليه بالسكينه وبتقتله، وبتاخد الموتوسيكل بتاعه. وبتأمر فيفي انها تفضل موجوده. فيفي بتديها ذخيره للسلاح يا صاحبي، تتمنى لها التوفيق وترجع بنتها عايشه. وبتنطلق ماري وبتقدر توقع فرد تاني من العصابه، وكده ما تبقاش غير شخصين بس، منهم الشخص اللي شال فيريوسا. والعصابه بتقف عشان يشوفوا مين اللي جاي وراهم ده. فيريوسا بتستغل انشغالهم وبتمسك خرطوم البنزين ببقها، وبعدها العصابه بتنطلق تاني. فيريوسا قدرت تقطع خرطوم البنزين ببقها. وبالليل الموتوسيكل بيعطل بسبب تسريب البنزين، والاتنين كانوا خايفين ان اللي بيطاردهم يقتلهم، واتخانقوا في انهم يسيبوا فيريوسا ولا لا. واثناء خناقتهم فيريوسا بتطلع تجري منهم، لكن في الاخر بيقدروا يجيبوها ويمسكوها تاني، وبيكملوا طريقهم عادي جدا. وماري لسه وراهم وبتشوفهم داخلين على القريه بتاعتهم. وبتقدر ماري من مسافه بعيده تقتل فرد تاني من العصابه. كده ما تبقاش غير الشخص الواحد اللي شايل فيريوسا بس الفرد ده اللي اسمه تاو بيرجع للقريه وبيقابل مساعد زعيم القريه اللي اسمه نيورتين. ونورتن بيسال تاو بخصوص فيريوسا وجايبها منين. ونورتن كان مستغرب جدا من فيريوسا، لان البنات اللي شكلهم وصحتهم حلوه بالشكل ده من النادر جدا يبقوا موجودين في العالم دلوقتي. لكن تو بيفهمهم انه جايبها من قريه غنيه بالموارد، قريه وادي اخضر كامل. ومش هقول لحد مكان القريه دي الا للزعيم بتاعنا ديمنتس، علشان تاو ياخد الفضل كله لنفسه. ونورتون بيوافق ويسمح له يروح يقابل الزعيم ديمنتس. وهو بيتحرك تاو بفيريوسا، بس فيريوسا بتفلت منه وبتعطل الموتوسيكل بتاعه على اخر لحظه، ويتسبب له اصابه خطيره جدا في رقبته. فنورتون بياخد فيريوسا وبيوريها لديمنتس، وبيشرح له البنت من قريه تانية غنيه بالموارد جدا. ورجال ديمنتس بيتفقدوا فيريوسا وبيتفرجوا عليها، وبيلاقوها فعلا بصحه حلوه جدا. فديمنتس بيأمر بإحضار تاو اللي جاب البنت فيريوسا، بس تاو كان بيموت ومش قادر يتكلم ولا عارف يقول لهم على مكان القريه اللي جت منها فيريوسا. فرجال ديمنتس بيقلبوا تاو وبيأمروا يرسم خريطه على القريه على الارض، لكن فيريوسا بتتدخل في اخر لحظه وبتقتله بسرعه، وبالفعل بيموت. وديمنتس بيتكلم فيريوسا بهدوء وبيفهم انها تهدى وتريلاكس خالص النهارده، وبكره رجعها بيتها تاني. لكن ديمنتس نيته انه يعرف مكان القريه، هو لا قلبه ابيض ولا اي حاجه، علشان عايز يهاجم القريه وياخد منها كل الموارد. وبيأمر شويه من رجالته ياخدوا فيريوسا ويودوها خيمه وياخدوا بالهم منها جدا. في نفس الوقت ماري بتتنكر في لبس واحد من افراد العصابه دي، وبتتسلل القريه عشان تحارب فيريوسا، وبتقتل كل الرجاله اللي واقفه بره الخيمه. وبتخش وبتقتل الرجاله كمان اللي جوه الخيمه، ما يتبقاش غير ست واحده بس. وكانت عامله فيها ان هي غلبانه قوي وامه كده. تطلب الرحمه طبعا من ماري، وماري لان قلبها ابيض فبتوافق، فبتسيبها وتهرب هي وبنتها خلعونه. بس الست الغامله فيها نفسها غلبانه دي بتروح تنبه افراد العصابه كلهم اللي بره بقى، ويضربوا عليها نار. لكن بيجي في تانك البنزين على ظهر ماري، فلبس ماري بيولع نار، لكن هي بتتخلص منه وبتخلعه وتجري. بعد كام دقيقه بتقف وبتسمع ان العصابه راكبين موتوسيكلات وجايين عليها. وفريوسا بتلاحظ ان ماري اتصابت في ظهرها من النار، بس ماري مش بتهتم وبتكمل في عمليه الهروب. وبالرغم ان العاصفه الرمليه دي بتحمي اثار موتوسيكلات ماري، لكن بيطلع ان العصابه معاهم كلاب بتشم الدم اللي بينزف من ماري. وبكده العصابه قادره ان هي تعرف مكانهم، وماري فهمت كده كويس وبتقرر انها تضحي بنفسها في مقابل بنتها تعيش. وبتمر فريوسا تكمل بنفسها وتروح للقريه الوادي الاخضر، وتسيب امها تحارب العصابه لوحدها، وبتفهمها انها تعطل العصابه مقابل انها تهرب منهم. وفريوسا كانت رافضه ده في الاول، لكن ماري بتأمرها انها تسمع الكلام، وبتديها بذره خوخ وبتطلب منها انها تزرعها في القريه لما ترجع. وفريوسا يا صاحبي بتتحرك بالموتوسيكل، وماري بتضرب نار على العصابه، وبتقدر تقضي على رجاله كتير من العصابه. لكن في الاخر هم بيكتروا عليها وبيلفوا عليها وبيقبضوا عليها حيه. وفريوسا لما بتشوف اللي بيحصل ده من بعيد بتقرر هي كمان ترجع علشان تنقذها، لكن بتشوفهم معلقين امها على شجره وبيعذبوها. تجري عليها وكان نفسها تحررها، بس ديمنتس بيمسكها وبيسالها على مكان القريه بتاعتهم، والا هيكمل عذاب وهيقتل امها. وفريوسا بتفضل ساكته ومش بتتكلم خالص، فديمنتس بيخليها تشوف امها بتموت قدام عينيها، وبيحتفظ بفيروسا. وتاني يوم ديمنتس ورجالته بيطلعوا للصحراء كأن ما فيش اي حاجه حصلت. بيقابلوا واحد عايز يهرب منهم، وبعد ما يمسكوه بيقرروا انهم عاجبوه ويربطوا جميع اطرافه بخمس موتوسيكلات. وبيأمر 20 واحد من رجاله الشخص اللي مربوط دوات انهم يتقتلوا حتى الموت، والخمسه بس اللي يفضلوا في الاخر هم اللي ركبوا الموتوسيكلات اللي شغلوه عشان يموتوه. وبكده ينضموا رسمنا العصابه، والرجاله بيبداوا يتقاتلوا يا صاحبي بكل وحشيه. وفريوسا كانت في القفص جنبيهم شايفه كل اللي بيحصل، وفي خمسه فعلا بيفوزوا بالرهان، هم اللي بيركبوا الموتوسيكلات عشان يقتلوا الراجل ده وبينضموا للعصابه. تاني يوم ديمنتس بيخرج للصحراء عشان يدور على الاكل والميه، وفريوسا كانت لسه في القفص ومعاها راجل عجوز اسمه المؤرخ. والمؤرخ بيعرض على فيروسا انه يعلمها الكتابه، لكن فيروسا
بترفض طبعا. وبالليل بنشوف فريوسا كانت بتعلم نفسها الكتابه في السر وبترسم على ايديها النجوم علشان تحفظ طريق العوده بتاع القريه بتاعتها. وبعدها ديمنتس ورجالته بيقابلوا راجل غريب مصاب قدامهم على الطريق، والراجل ده كان فاكر نفسه في حته كده اسمها الفلاهاله. وديمنتس بيستغرب من شكله وبيساله انت منين، وبنفهم منه انه من مدينه اسمها السيتادل، ودي مدينه كبيره بيحكمها شخص اسمه جو ده بيسيطر على شعبه بطريقه غير طبيعيه ومش عاديه. والراجل الغريب ده معتقد انه مات طبعا وبيدافع عن فبالتالي هو في الفلاهاله اللي هي الجنه. وديمنتس بيفهم ان مدينه سيتادل فيها اكل وشرب وميه كتيره فشخله، وكمان بيعرف المدينه دي فين من الراجل الغريب اللي لقاها على السكه. وبعد فتره ديمنتس ورجالته بيوصلوا لمدينه سيتادل بنيه صافيه انهم يحتلوا المدينه بس، وبيكلموا الشعب وبيعرفوا انه يحررهم من الطاغيه اللي اسمه ويتعاونوا معاه بس، وهو هيروق عليهم على الاخر. والشعب بتاع المدينه كان عايش فقر وجوع شديد يا صاحبي، بس رغم من كده كانوا هاديين ومحدش بيرد على ديمنتس. لكن المساعد بتاع بيأمر ديمنتس انه يختار اي حد من رجاله اللي واقفه دي، وديمنتس بيختار واحد عشوائي بيأمره انه ينتحر. وفعلا الشخص ده بينتحر بدون اي اعتراض. فديمنتس بيفهم ان رجاله عندهم استعداد يضحوا بحياتهم علشانه. والمساعد بتاع بيعرف ديمنتس انه غبي هو ورجالته علشان جايين يحتلوا القلعه زي دي. واولاد اللي اسمهم سكروتس وريكتس بيهددوا ديمنتس، بيعرفوا انه هيموت هو العصابه في الحته دي، وبيأمروا كل الرجاله بالهجوم عليهم. وبتحصل يا صاحبي عركه كبيره جدا بين الطرفين بيموت فيها عدد كبير جدا من رجاله ديمنتس. في وسط الفوضى دي رجاله بيقبضوا على فريوسا، لكن ديمنتس بيتدخل وبيمسكها ويقدر يرجعها وبيهرب بيها من المكان. بعدها ديمنتس ورجالته اللي اتبقوا بيراقبوا عربيه فيها اكل وشرب طالعه من مدينه سيتادل ورايحه مدينه تانية اسمها مدينه الغاز، والمفروض هيسلموا الاكل والشرب مدينه الغاز، في المقابل هياخدوا منهم البنزين. وبنعرف يا زميلي ان مدينه الغاز ومدينه الذخيره ومدينه سيتادل الثلاثه دول كلهم تحت حكم وديمنتس بعد ما شاف العربيه بيعرف ان دي فرصته الذهبيه. تاني يوم الصبح بيخطفوا العربيه وهو طالع مدينه الغاز وبيقتحموا المدينه ويسيطروا عليها بنجاح. وديمنتس بيقبض على زعيم مدينه الغاز وبيقطع صابع من صوابعه ويبعته مع رساله. في الرساله كان بيعرض عليه التفاوض مقابل ده، بيوافق انه يقابله. وديمنتس بيجيله وقابض على زعيم مدينه الغاز وبيعرض على انهم يعملوا صفقه سوا، والصفقه دي هو انه يخليه زعيم مدينه الغاز وكمان يزود الاكل والميه اللي هيروح لهم، والا هيدمر مدينه الغاز بالكامل لانه زرع قنابل في المدينه في كل حته، ولو ما رجعش العصابه تفجر مدينه الغاز باللي فيها ومش هيبقى في بنزين تاني. طبعا بيضطر انه يوافق على العرض ده لانه محتاج بالبنزين، لكن بيقوله في المقابل هياخد فريوسا يحتفظ بيها وهيتجوزها عشان يخلف منها لما تكبر لانه محتاج طفل سليم صحته كويسه. فديمنتس بيوافق، وبعدها رجاله بياخدوا فريوسا وبيحطوها مع مراتاته. وبرغم ان مراتات كانت صحتهم كويسه لكن ولا واحده فيهم كانت بتخلف له ولد سليم صحته كويسه. وفريوسا وقتها بتقرر انها مش هتفضل عايشه في المكان ده ولا عايزه تبقى مرات اصلا. وبالليل فيكتوريا بتقص شعرها خالص يا صاحبي لانها خد بالها ان ريكتس معجب بيها وبتاخد شعرها وبتعمل منه باروكه، وكانت بتفكر في طريقه للهرب. لكن بالليل ريكتس بيخطف فريوسا من سريرها وكان عايز يغتصبها، وبيشوف على ايدها انها رسمه نجوم، بس فريوسا بتشيل ايدها وبتطلع تجري منه وبتقدر تهرب تستخبى في الضلمه. وريكتس كان ماسك الباروكه بتاعتها وكان هيتجنن، لكن اخوه سكروتس بيجي وبيساله مالك يا عم انت في ايه. لكن ريكتس ما كانش عايز يعرف حد باللي حصل لانه كده هيقع في مشاكل مع وممكن يتقتل بسبب كده، فمش بيجيب سيره حد انها هربت منه. وهي اصلا فريوسا كانت مستخبيه تحتيهم. وبتمر يا صاحبي سنين وسنين وفريوسا كانت متنكره في شكل ولد وكانت شغاله في المدينه وعايشه وسط الرجاله عادي وبتمثل عليهم انها خرصه كمان ومش بتتكلم، ولحد دلوقتي ما حدش اكتشفها اصلا. ورجاله كانوا بيسحبوا عربيه لفوق بس العربيه كانت هتقع، لكن فريوسا اتدخلت بكل شجاعه وقدرت تنقذ الموقف ده. وسكروتس بيحترم فريوسا باللي عملته وبيرقيها كمان. وبعد فتره بيؤمر ببناء عربيه ضخمه كبيره وسريعه عشان تنقل الاكل والشرب. وبعد ما العربيه بقت جاهزه فريوسا عرفت ان في شخص اسمه جاك هو اللي هيسوق العربيه دي، وفريوسا بتشوف ان دي فرصتها الوحيده للهروب وبتربط موتوسيكل ليها وبعض المعدات تحت الشاحنه. وبعدها جاك بيسوق الشاحنه دي وبيطلع بيها بره السيتادل وفريوسا مستخبيه تحتيها. لكن فجاه بيظهروا عصابه وبيهجموا على الشاحنه دي عشان ياخدوا كل اللي فيها. وفريوسا خدت بالها ان الشاحنه اتعرضت لاضرار شديده من تحت، والعصابه دي كانوا بيحطوا قنابل تحت الشاحنه. ففريوسا بتصلح كل الاضرار اللي حصلت دي وبتتخلص من كل القنابل وبتضرب اي حد بيقرب من الشاحنه من تحت. لكن كل شويه العصابه كان عددهم بيزيد، كان معاهم مظلات وبيرموا قنابل كمان على الشاحنه وبيطيروا في الجو يا جدع، واصبحوا مسيطرين تماما على المعركه. وجاك كان عامل اللي عليه وبيقتل اي حد بيجي في سكته. وفريوسا صلحت الشاحنه صح، بعدها كشفت عن نفسها وكمان كانت بتحارب العصابه وتضربهم بالنار. وهنا بقى جاك بيكتشف ان فريوسا كانت بتسلل الشاحنه ومش بيعمل لها حاجه لانها بتحارب في صفه. وفريوسا كمان بتنقذ جاك من واحد كان لسه يقتله، وبتقدر بكل مهاره سهله انها تقتل اكتر من واحد من الناس اللي طايرين في الهواء. في النهايه خلصوا عليهم بالكامل، لكن كل الناس اللي كانت معاهم برضه في الشاحنه ماتوا، وكده ما تبقاش غير جاك وفريوسا بتروح ترفع السلاح على جاك وعايزه هي اللي تسوق العربيه، لكن جاك بيفرمل مره واحده وبيلقحها بره العربيه وبيتحرك وبيسيبها في الصحراء. لكن بعد كام دقيقه جاك بيرجع لها تاني وبيقول لها حتى لو انا اديتك الشاحنه دي وخدتيها ومشيتي هتروحي فين؟ السيتادل ومدينه الغاز ومدينه الذخيره بيستولى عليهم هتروح لأنا واحد فيها تهربي فين؟ كل اللي حواليك صحراء. لكنه ما يعرفش بموضوع الواد الاخضر. وجاك كان معجب جدا بشجاعتها وخصوصا انه فقد رجاله كتير جدا في المعركه. وكمان جاك بيعرض عليها اتفاق، بيقول لها انه عايز يشتغل معاها كمساعده ليه، في المقابل هيعلمها كل حاجه عن السواقه وازاي تفضل على قيد الحياه قدر المستطاع. الطريقه دي ممكن في الاخر تكسب كل المهارات
المهارات اللي تقدر بيها تروح المكان اللي انت عايزاه. فريوسا بتقتنع بكلامه وتوافق. بعدها يا صاحبي جاك وفريوسا اصبحوا ثنائي محترم وبيعملوا كل المهمات مع بعض سوا. وفي يوم بيروحوا بالشاحنه لمدينه الذخيره، وبنعرف ان المدينه اللي هناك دي الناس شغاله فيها زي العبيد علشان يصنعوا اكبر كميه من الذخيره، وجاك بيديهم الاكل والشرب وبياخدوا الرصاص والقنابل. لكن زعيم مدينه الذخيره بيتكلم مع جاك وبيقول له ديمنتس ده راجل مجنون يا عم، لان بسببه حصل خراب كبير في مدينه الغاز، وفي الاخر ديمنتس بيرمي على الناس المسؤولين ان هم السبب. انا عايزك يا عم تطلب من جون يتكلم معاه بخصوص الموضوع دوت، وبيدي كمان جاك بندقيه كان هو طالبها، وجاك مش بيهتم بكلامه وبيسيبه وبيمشي، وبيدي البندقيه دي لفريوسا عشان تقدر تدافع عن نفسها لو هزاروا لهم عصابه. بعدها بكام يوم جاك وفريوسا بيروحوا لمدينه الغاز عشان يبدلوا الاكل والشرب بالغاز، والمدينه يا صاحبي بقيت في حاله فوضى تماما بسبب سوء اداره ديمنتس. وديمنتس بيتكلم مع جاك وبيقول له الفوضى دي اللي بتحصل بسبب جو، ومش بس كده ده كمان بيعترض على كميه الاكل والشرب اللي بياخده، وبيقول لجاك انتوا بتدونا اسوأ انواع الاكل والشرب اللي عندكم واصلا مش بيكفي، انا عايز اعمل اجتماع مع جو وكل القاده دول عشان نتكلم في الموضوع ده. وهنا جاك مش بيعترض على كلامه وبيوافق، وبنشوف ان سكان المدينه بداوا يهاجموا الشاحنه عشان كانوا عايزين كل الاكل، وبسبب الفوضى دي بيقدروا فعلا ياخدوا الاكل والشرب كله. بس جاك مش بيلحق ياخد الغاز وبيمشي بسرعه من المكان، وبيرجع تاني لجو بيحكي له عن الفوضى اللي في مدينه الغاز. واولاد جو بيتعصبوا جدا وبيطلبوا من جو انهم يهجموا على مدينه الغاز ويقتلوا ديمنتس، وجو بيوافق على الاقتراح ده وبيأمر جاك وفريوسا بيروحوا لمدينه الذخيره ويجيبوا كل الذخيره اللي يقدروا عليها هناك علشان الحرب مع ديمنتس. وفريوسا بتفرح جدا لانها اخيرا هتنتقم من ديمنتس. جاك وهو مع فريوسا بيشوف النجوم اللي على ايدها وبيسالها الرسمه دي عشان ايه، فبتقول له دي النجوم اللي في اتجاه المكان اللي اتولدت فيه، وبتحكي له قصتها بالكامل. فجاك بيتعاطف معاها وبيوعدها انه يوصلها للمكان بتاعها. وبنفهم يا صاحبي ان جاك وفريوسا بيحبوا بعض جدا. وتاني يوم هما الاثنين كانوا رايحين لمدينه الذخيره بس بيقفوا في نص الطريق، وجاك بيأمر كل الموتوسيكلات تتحمل على الشاحنه، وفريوسا بتسوق واحد من العربيات اللي معاهم، وواحد من رجاله جو هيركب جنبه في الشاحنه دي. وفريوسا بتعمل نفسها مندهشه بالتغيير ده، ايه ده انا مش عارفه، لكن كانت خطه متفقين عليها هما الاثنين الهروب. وبيوصلوا لمدينه الذخيره يا صاحبي اللي كان باين عليها انها مهجوره جدا، وبيطلع ان ديمنتس تل مدينه الذخيره ومجهز كمان كمين لجاك. بس جاك بيدرك بدر الكمين ده وبيحذر فريوسا، وبيشتبكوا كلهم مع رجاله ديمنتس، وجاك وفريوسا بيقدروا يقتلوا عدد كبير جدا من رجاله ديمنتس. بس بيوصل رجاله تانية طبعا لديمنتس، وديمنتس بنفسه بينزل عشان يساعد رجالته. وفريوسا كانت قدرت ان هي تهرب لكنها بترجع عشان تساعد جاك وتنتقم من ديمنتس. وفريوسا بتدور عليه وبتلاقيه وحاولت تقتله كمان لكن بتفشل، وديمنتس بيرد على صاروخ، لكن لحسن حظها فريوسا مش بتموت، وقعت من عندها ونزلت تحت الارض. وجاك راح دمر المكان اللي ديمنتس واقف عليه، وديمنتس كمان كان هيموت لكنه بالصدفه بينقذ نفسه. وللاسف يا صاحبي الشاحنه بتاعت جاك اتحشرت في حفره كبيره جدا وكانت خلاص هتقع بيه، لكن فريوسا وصلت في الوقت المناسب وانقذته، وهي وجاك ركبوا الاثنين العربيه وخلعوا من المكان. كل الفريق بتاعهم مات بالكامل، بس ديمنتس مش سايبهم وبيجري وراهم بالعربيه ومع عدد كبير كمان من العصابه، وبياخد طريق مختصره وبيطلع على التل وبيقدر يوصل لهم بسرعه، وبيقلب عربيتهم يا صاحبي ويقبض عليهم هما الاثنين. وكان ديمنتس متعصب جدا جدا لانهم قتلوا عدد كبير من رجالته، لان كانت خطته انه يقود جيش ويروح يحتل مدينه سيتادل. بس جاك وفيروسا بوظوا الخطه للاسف، ونتيجه لده فديمنتس هيعاقبهم، وديمنتس بيربط فيروسا عشان ما تهربش في حته، وفضل يعذب في جاك. واثناء ما هما بيعذبوا جاك وبيلفوا حواليه كده بالموتوسيكل، ديمنتس بيخلي فيروسا تشوف جاك وهو بيتعذب تاني زي ما خلاها تشوف امها وهي بتموت، والكلاب بتجري وبتاكل في لحمه، ويفضلوا يعذبوا فيه لحد ما يموت. وديمنتس فرحان وبيروح يبص على فيروسا اللي بيلاقي انها قطعت ايدها خالص وهربت من المكان. وبنشوف يا صاحبي فيروسا راكبه الموتوسيكل وبتطير بعيد عنهم، وديمنتس ورجالته كانوا بيستعدوا عشان يطردوها، لكن ديمنتس بيكتشف ان فيروسا كمان قبل ما تمشي دمرت عربيته وبوظت له العجل خالص، فالرجاله بتاع ديمنتس بس هم اللي هيجروا وراها، لكن فيروسا بتقدر تخلع منهم. وبعد مسافه بعيده البنزين اللي معاها بيخلص، وبتكمل ماشيه رجليها لحد ما تفقد الوعي، وبعدها بتفوق في كهف تحت مدينه سيتادل. ولما بتفوق في الكهف ده بتلاقي ست عجوزه واجسام بشريه. فيروسا بتخاف منها وبتهرب من المكان وبتروح لجو وبتحكي له كل اللي حصل معاها، وبتحذره ان ديمنتس هيهجم عليهم تاني هنا. وجو بيتعصب جدا وبيأمر رجالته يجازوا عشان المعركه، وبيقول لهم الخطه ان احنا نخدع ديمنتس وكاننا رايحين لمدينه الغاز. وفيروسا هي اللي بتطلب من جو ان هي اللي تقتل ديمنتس، وديمنتس يا صاحبي بيشوف الفخ اللي عامله جو لكن ما بيفهمش انه فخ، وبيشوفهم رايحين لمدينه الغاز، فبيروح هو ورجالته لمدينه سيتادل علشان معتقد ان هي هناك بدون اي حمايه ومفيش جيش هناك. بس طبعا ده كان طعم عامله جو، هو بعت بس عربيات قليله جدا، والعربيات دي فورا بتلف اتجاهها وبترجع المدينه عشان تحارب معاهم، وبتحصل الحرب بين الطرفين يا معلم، وبتستمر لايام كتيره جدا. وفيروسا بتستغل الوقت ده في صناعه ايد حديد ليها عشان تلبسها بدل الايد اللي اتقطعت. وبنعرف ان الحرب شغاله وجيش جو كان منتصر، وديمنتس هرب للاسف لانه كان بيخسر. فيروسا بتقص شعرها من تاني وبتاخد العربيه دي اللي كان ناقصها كاوتش وبتروح بيها على ارض المعركه، وبتقابل هناك اولاد جو وكانوا هم عاوزين كاوتشات العربيه بتاعتهم عشان يجروا ورا ديمنتس ويقتلوه. وفيروسا بتعرض انهم ياخدوا الثلاث كاوتشات اللي معاها وكمان البنزين ويركبوهم في العربيه بتاعتهم ويجروا، بس سكروتس وريكتس بيفضلوا يتجادلوا مين اللي هيسوق العربيه دي. فيروسا بتستغل الموضوع دوت وبتاخد العربيه
وبتخلع من المكان لوحدها علشان هي اللي عايزه تقتل ديمنتس. وبتقدر فريوسا تروح ورا ديمنتس وبتقتل كذا واحد من رجالته بدقه عاليه جدا. فديمنتس قسم الرجاله اللي معاه لثلاث مجموعات عشان فريوسا تتشتت ما تعرفش هتروح ورا مين. ففريوسا بتمشي ورا مجموعه كانت مفكره ان ديمنتس معاهم، بس بتطلع انها غلطانه. بعد ما خلصت عليهم بترجع تدور على ديمنتس تاني وبتقدر تلاقيه وبتوصل له وهو بيطلع يجري وكان لوحده تماما. فريوسا بتفضل تمشي وراه بالراحه جدا جدا بالعربيه عشان تخليه يتعب من كتر الجري ويحس ان عنده امل وهو اصلا هيموت. وفي الاخر ديمنتس بيتعب ويستسلم وينزل على الارض راكع قدامها، وهي بتخرج من العربيه وبتكشف عن نفسها وبتساله انت فاكرني ولا لا يالا؟ وهو ولا كان فاكرها ولا اي حاجه، وكمان حاول يغزها في رجليها بس هي ضربته في وشه وفقدته الوعي. ولما ديمنتس فاق يا صاحبي كانت فريوسا ربطته وبتفكره باللي حصل معاه من 15 سنه لما قتل امها قدام عينيها. وديمنتس طبعا لسه مش فاكر ولا اي بلح خالص، وهي بتقول له انت ضعيف دلوقتي وبترفع عليه السلاح يا صاحبي. لكن هو بيقول لها لو قتلتيني فانا هموت ومش هحس بحاجه، فده تعذيب ضعيف جدا. وهي بتقول له مش مهم، المهم تبقى انت موت. لكن هو بيستهزأ منها بيقول لها انه كده ميت وكده ميت، لكن ذكرى موته هتفضل مع الزباكل للابد. ففريوسا بتتعصب وتفضل تضرب فيه. وفي الاخر ديمنتس بيفتكر فريوسا وهي ان البنت الصغيره اللي كانت معاه، بيقول لها انه مبسوط جدا انها كبرت وبقت شبهه جدا. بس فريوسا بتقول له انا مش شبهك في اي حاجه، لكن هو بيجادلها وبيقول لها لا بالعكس انت نسخه مني. وفريوسا بتقرر تقتله. وهنا يا صاحبي بنفهم ان في رايين في قتل الواد ديمنتس. الراي الاول بيقول ان فريوسا قتلته بالنار، الراي الثاني بيقول انها عذبته وقتلته على الطريقه اللي قتل بها جاك بالظبط. الراي الثالث بيقول انه قتل زي ما قتل امها على شجره. بس الحكايه الاقرب للحقيقه بقى يا صاحبي انها سابت ديمنتس عايش في قلب مدينه سيتادل وزرعت شجره فوق جسمه وسابته عايش بمنظر بشع لحد ما مات. وفريوسا بعد سنين كتيره جدا اخذت مراتات جو وركبتهم شاحنه كبيره عشان يهربوا من جو لان محدش عايز فيهم يعيش معاه. ولحد هنا يا صاحبي بيخلص ملخصنا. لو عجبك الفيلم تدوس لايك، متنساش تشترك في القناه، تسمع عند لايك في الكومنتات. سلام.